اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. يوم جديد وفيديو جديد من بيت أوسة. مامة أوسة قول لهم بحباحو. قول لهم بحباحو. ايه الضحكة دي؟ قول لهم بحباحو. قول لهم بحباحو خالتاتو. نورتوني نورتوني وحشتوني وحشتوني. لو انت جديدة يا ست الكل تشتركي في القناة، فعلي زر الجرس عشان يوصلك زهرة من قناتي شعار بكل فيديو انا بنزله ان شاء الله باذن الله. وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يوم تشجيعي قوي، يوم قوي 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 قوي. اهم حاجه ما تنسيش تصلي على النبي في الكومنت عشان نكسب انا وانتم حسنات. واللهم برضا وسلام على اهل فلسطين، يا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يطلعوا منصورين ومجبورين الخاطر يا رب. قول اللهم امين. وربنا يا رب يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه يا رب يا رب يا رب. يرزق اللي عايزه بيبي، اللي عايزه ولد تجيب ولد، اللي عايزه بنت تجيب بنت. صح يا كوكي؟ اللهم يا رب يا رب يا رب. اللي يحط لي اللايك يجيب نون، نون صغنون. قول لهم يلا. هنبدأ كده الفيديو بتاعنا بفطار كده خفيف. انا عامله بيضه بس كده عشان خاطر أوسة، يعني لو ياكلها يا بنات والله العظيم. يعني هو لو ياكلها ابني بجد كلمه مسموم دي قليله عليه. مسموم دي بجد قليله عليه. لان انا كنت طافيه النور ومش واخده بالي، بعد كده ولعته. بس برضو اضاءه ربنا حلوه يا بنات. انا عندي الشباك بتاع المطبخ كنت عاملاه كبير، فالاضاءه كلها داخله لي جوه صراحه. ما بحتاجش خالص ان انا اولع نور. طبعا انتوا عارفين الايام دي النور كارته وطلع عينه، فالواحد يدبر نفسه بقى. فهنا اهو سخنت العيش في الميكرويف، وده بس ده كده فطار. انا اكل جبنه وهو ياكل بيض، وما اكلش البيض الحمد لله. دخلنا بقى على الشغل. اول حاجه هخش اعملها انضف البراد بتاعي. طفي البراد بتاعك ازاي يا دودو من جوه وتخليه بيلمع وبيبرق. احط عليه ميه واحطها على النار واحط عليه خل بس، والله العظيم بيطلع زي الفل اكنك لسه شاريه. ومن بره برش عليه مزيل الدهون وخلاص. هنا بقى كنت كنسه كنت شايله المكنسه بالكهرباء، طلعت منها كل الوبر اللي جواها. بس مش عارفه لقيت فيها بقعتين. نصيحه يا بنات، نصيحه، محدش يجيب المكنسه. لو انت عروسه كملي معايا الفيديو للاخر، هديك افكار حلوه كتير. لو انت ست بيت برضه ولسه ما جبتيش المكنسه برضه هديك افكار حلوه كتير. ما تجيبيش المكنسه اللي هي ما فيهاش فلتر، اللي هي ما فيهاش الكيس دوت. ما تجيبيش اللي هي على طول منها فيها، دي مش حلوه خالص خالص. كده كده كلهم بيجمعوا الوبر جوه الكيس، لكن كده انت بتضعفي الموتور، وممكن اي تراب لا قدر الله يخش جوه الموتور. في ناس كتير قوي بتشتكي من الموضوع دوت. فلو انت هتشتريها هي بقت غاليه، فيا ريت يا ريت قبل ما تشتريها اسال. هنا بقى بيقولوا ايه، يعني شفت كده فيديو على النت بيتكلم ان تحطي الشطه في البلاعه ما تعملش ريحه وما تطلعش ريحه. فانا قلت اجرب الموضوع ده. انتوا عارفين ان انا عندي بدل الصرف صرفين في الحوض، فالموضوع ده صعب قوي يا بنات. يعتبر انا بستخدمش الحوض التاني فبيطلع عزكم الله يعني ريحه. فانا قلت اجرب. بس عايزه اقول لكم بقى الشطه كلها طلعت على صدري وكحه ومش قادره اوصف لكم. هنا بقى كان عندي غسيل السنين. هتقولي الغسيل ده جه منين؟ اقول لك ما اعرفش. احنا بنشيل غسيل ونحط غسيل طبعا، وانتوا عارفين ومجربين. يعني يعيشوا ويبهدلوا يا بنات، يعيشوا ويبهدلوا. وربنا يا رب يكرمنا يا رب جميعا يا رب ويرزقنا. هنا هو قلت بقى نفسي اشوف كده بقى ايه الميه وهي طالعه. نفسي اشوف الرغاوي، فقلت ايه اشغل الغساله ما احطش هدوم واسيبها تشتغل مع نفسها. املى الميه واشوف كده الرغاوي هي ماشيه. انا غيرت يا بنات المسحوق اوكسي، جبت برسيل بجد اوكسي. ما مش عارفه، بس جه كده في الاواخر حاسه ان هو بوخ جامد قوي. وبجيب برضو الكيس ده بتاع برسيل جل برضو بحطه، بيديني ريحه حلوه قوي الصراحه يعني. عايزه اقول لكم الغسيل كان طالع ريحته ربس وكده، ريحته حلوه. لكن مش عارفه اوكسي ليه بوخت قوي يعني. بصوا النهارده يوم بجد، يوم انا كنت حاساه يوم شقه والله. ولسه ما خلصتش يا بنات والله يعني، ولسه ما خلصتش. هنا بقى بصوا، انا هعمل حاجه كنت متردده ان انا اعملها من زمان. كل شويه هقول هجيب 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 طبعا، والدنيا غاليه انتوا عارفين. فربنا يا رب يعيننا جميعا ويعين جوازاتنا، وربنا يا رب يرزقنا جميعا ويرزقهم برضه، يرزقهم برزق عيالنا. لو انت جديده متنسيش تحطي لايك وتكتبي كومنت حلو. نورتوني بجد بجد، بتسعدوني قوي 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 باي حد يكتب لي كومنت. ولو انت بقى جديده متنسيش تحطي كومنت كده وتحطي تعليق حلو كده شبهك. متنسيش الكومنت عشان انت لما متنسيش اللايك، قصدي كومنت ايه، ما هو كومنت هو. متنسيش تحطي لايك بجد. اللايك ده بيرفع الفيديو بتاعي بجد. انا زعلانه قوي ان الفيديو الايام دي مش عارفه ليه الفيديوهات نايمه قوي كده. والله العظيم يا بنات انا بعمل لكم على قد ما اقدر عشان ربنا يعني ايه اديكوا حبه افكار كده حلوه. نعم يا روح ماما. تعالى اقول لهم حطوا اللايك يا جماعه بقى. انت سايباني وماشيه؟ انت سايباني وماشيه؟ انت رايحه فين؟ رايحه عند جوجي؟ رايحه عند جوجي؟ رايحه فين عند جوجي؟ جوجي بره؟ جوجي وسجا؟ ايه هو علق على ايه يا بنات؟
هنا بصوا الهدوم دي اصلا انا مش بلبسها، الهدوم دي من يوم ما اتجوزت ما لبستهاش، دي حاجات كده خروج. فانا كنت حاطاها في الصحاره بتاعه الركنه، فلقيت يعني ريحتهم مش حلوه، فقلت اطلعهم اغسلهم بالمره. بحب ريحه تكون ملعلعه كده يعني. بصوا بقى دي صينيه، طاسه صينيه. انا بطلعت من بين الطاسه والصينيه خبر. انا كنت هعملها لوحدي، ما كنتش عايزه اوريكم الصراحه، انا قلت اعمل الموضوع دوت. بس جيت قلت لا، اكيد كلنا عندنا الازمه دي، لو انت عروسه اكيد حاجه باظت منك، فانت برضو عندك الازمه دي. فقلت لا، اعملها قصادكم، مع اني مش عايزه اوريكم المنظر ده خالص، بس لا، اعملها قصادكم عشان عندكم نفس الفكره. فهنا بصوا بقى يا بنات، انا مسكت الصنفره وشلت منها كل دول، هعملها ألمونيا احسن من الشكل الاسود دوت وكده. لا، وبعدين الحاجات دي غاليه قوي. انا لسه شايفه واحده في فتح الله، عايزه اقول لكم هي جميله قوي، بس ب 450 جنيه الصراحه، وفي الوقت اللي احنا فيه 450 جنيه يعني مبلغ وقدره يعني. احنا معانا اطفال وكده، فالدنيا غاليه. بصوا بقى هشيل منها كل دول. انا كنت فاكره ان انا لما اشيل هترجع الجرانيت تاني، بس هو عامه يعني الجرانيت عامه كان رايح اصلا من الاول حاجات منه. فهنا طلع لا، اللي اتعملت ألمونيا. بس انا برضو فرحانه على الألمونيا، اعرف المعها غسله على غسله، اعرف المعها. لكن هي يا بنات كده هوت لسه. بصوا هي الصراحه بتاخد مجهود، بتاخد مجهود جامد قوي، بس لا يعني واحده واحده كده هتمشي معانا. بصوا الخطوه دي ما تعملوهاش، لان انا كنت فاكره ان الخطوه دي هتضطري معايا الدهون تطلع بسهوله، لكن لقيت الموضوع لا، عادي خالص. زي ما انت برضو بتصنفري، فالخطوه دي انت ما تعملهاش يعني. لو انت عندك كام طاسه كده اعمليهم، ولو عايزه تجدديهم فانت دلوقتي التجديد بسعره. يعني انا كنت شايفه واحده ب 400 جنيه، ب 450، وتقيله وحلوه. لكن انا بسال ان انا اجددها، بيقولوا مش عارفه 300 350 حسب الحجم بتاعها. طب ما انا اشتريها. وانا بقى ما دام انا عايزه اشتري، فان شاء الله ربنا يكرمني واشتري واظبط اللي عندي انا بقى اعملها ألمونيا. مفيش احلى من الألمونيا يا بنات، صدقوني صدقوني، مفيش احلى من من الألمونيا. صح يا جوجو؟ اه شطوره يا جوجو. بس هنا بقى حطيت ملح ليمون، حطيت بيكربوناتو وغليت كده على النار وحطيتها. فالخطوه دي ما تعملهاش يعني. طلعت كام يعني، طلعت دهون كده، بس طبعا بسيطه جدا يعني. فهنا بقى قلت اكمل انا بقى كده بالصنفره. ماشي. قلت اطلع كده برضه كمان بالصنفره. بس الصراحه يا بنات ايدي يعني، ايدي باظت، ضوافري كلها اتكسرت وايدي باظت وحلوه قوي. بس هنا بقى لما شطفتها بوريكم الدهون اللي نزلت ايه. بس بجد ده انا كده لسه، انا كل ما اعمل اتفاجئ ان في حاجات دي. ده زيت يا بنات، ده زيت مطرح البطاطس، مطرح قلي السمك وكده. وانا ما عنديش غير دي بس غويطه، وانا بحبها عشان خاطر ما بتبهدلش الدنيا. يعني ما بتطرطش الزيت بره غير التانيين اللي تحسها مسطحه شويه. عشان كده انا استخدامي كله كان على دي. فانا لو كنت اعرف كنت جبت كذا واحده. انت لو عروسه جيبي منها اتنين وتلاته، ما تجيبيش واحده بس. بصوا انا كان عندي اصلا ستاير نبيتشي لطيفه، ودول يعتبر انا لسه مجددهم من فتره، فقلت احط النبيتشي. بصوا يا بنات ما عجبونيش خالص الصراحه، مع ان انا الاول كنت عاملاهم ومقتنعه بيهم، بصوا تحفه ومش عارفه ايه. فلا مش ما اقتنعتش بيهم وشلتهم تاني. بس انا قلت اوريكم برضه تقولي لي ايه رايكم. المفروض دول اللي انا كنت عاملاهم يعني متجوزه بيهم وكده. حسيت ان دي صغيره قوي على الخشبه، وبما ان هي كانت كده الاول يعني، بس مش عارفه يا بنات. بس انا شلتها، وحطيت التانيين تاني، الجمل التاني الاوف وايت يعني. لا مش اوف وايت، هما جمل. هنا بصوا بقى انا شلت الارض كلها وهغسل دول بقى. انتوا عارفين قلت قايله لكم قبل كده ان يونس مسك الموزه ومسح لي بيها اللي هم البديل السجاد دوت. بجد نصيحه مني، لو انت بتجددي ممكن تجيبيهم، بس ما تجيبيش فتح. ولو انت عايزه جيبي سجاد احسن، صدقيني جيبي سجاد احسن. السجاد تحسيه برضو تقيل في الارض وماسك نفسه. ماشي دول خفاف وكل حاجه، بس مش عارفه يا بنات، بس انا لا، ان شاء الله ان شاء الله الفتره الجايه عايزه اجيب سجاد. عايزه اجيب سجاد بس طبعا مش فاتح. عايزه اجيب التركي بس يكون غامق. عايزه اجيب 2 في 3. انا عندي بره نبيتشي، فانا عايزه الغي النبيتشي الصراحه من الصاله خالص يعني، عايزه الغيهم خالص. هنا بقى قلت اطلع كده هدوم بقى اوسه الجميله الصغنونه دي يا بنت، صغنونه خالص قوي. هدوم الاطفال بجد بتبقى جميله قوي وروعه. عايزه اقول لكم بجد انا الهدوم دي يعتبر يعني باظت مني بسبب الكلور والدنيا، مع ان انا بجيب لهم مسحوق كلور معين اسمه كلور، هو اسمه اصلا كلور. المسحوق اللي بجيبه كنت بجيب الاربعه مع بعض ب46 جنيه من فتح الله. دلوقتي بجيب الاربعه مش عارف 58، غلو يعني. بس هم الصراحه بيقعدوا معايا فتره، وبيخلوا لي الهدوم يا بنات بتزهزه كده، الابيض بتاعها بيزهزه. فتره انا استعملت الغاليه وكده،
غليت وكده وعملت عشان قلت عايزه ايه يعني ايه اوفر شويه، ما اجيبش يعني الكلور ده تاني. بنت شيط لي الهدوم القط، مش عارفه ليه خلى الخامه بقت خفيفه خالص وشاطت خالص خالص خالص. اضطريت ان انا جبت في النت يعني أنا عشان استخدم الغاليه والكرول العادي، حصل معايا الموقف دوت فلا ما عملتهوش تاني. رجعت تاني للكرول اللي انا بستعمله. صراحه انا بحب في هدوم الاطفال البيضاء، اي نعم بتتبهدل بس انا بحب الابيض قوي 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 ليونس. بس قلت بقى انشر كده بقى، وكنت شايله طبعا السير غسلاها. انا طبعا البلكونه يا بنات لسه ما بيضتهاش، لسه بقى عايزه ابيضها واجيب النجيله وكده واعمل، او ممكن ما اجيبش النجيله. يعني ممكن انا ما اجيبش النجيله واحط السجاده الخضراء اللي انا كنت جايباها. بفكر يا بنات احط السجاده الخضراء واجيب نجيله مثلا متر، واحط في الفاضي اللي هنا وفي الفاضي اللي هنا. مش عارفه ايه رايكم برضو، يا ريت تقولي لي رايكم، ما تتفرجيش على الفيديو كده وخلاص، لا قولي لي رايك بامانه، يعني ايه رايك، ممكن اعمل كده ولا ايه رايك؟ لان النجيله سالت عليها غاليه قوي، بس في اللي هي الرخيصه دي المتر ب90 جنيه، يعني ممكن اجيب متر واحط في الفراغ اللي من هنا ومن هنا. يعني السجاده متر وستين طولها، متر وستين، وانا البلكونه عندي 3 متر، طول 3 متر. فبفكر لو جبت متر وعكسته كده متر ونص، يعني هي العرض متر ونص، اجيبه وعكس كده وكده واعمل الفراغ. مش عارفه برضو، قولي رايك، قولي رايك بجد، يعني اعمل كده ولا ايه، ولا اجيب ال3 متر ولا اعمل ايه؟ السجاده كمان تقيله يعني يتقعد عليها احلى، يعني تقعد عليها في البلكونه احلى وبالذات في الصيف يعني. هنا بقى كنت غاسله كده كام حاجه قلت انشرها معاكم، يعني في ناس كتير قوي بتحب اجواء البلكونه ونشر في البلكونه فقلت اعملها لكم. بس كده كنت غاسله بقى ستاره اوضه النوم، ستار الصاله. ستار الصاله والله كانت نضيفه بس انا شلتها مش عارفه ليه يعني. انا حاسه وانا بشيلها ان هي نضيفه من ساعه يا بنات ما عملت الازاز بتاع البلكونه. بجد حافظ لي على حاجات شامه قوي، حافظ لي على الستاير دي كنت على طول اقل من شهر بلاقيها سودا كده من الجناب، من النص يعني من مطرح الشباك وكده هو مفتوح، كنت بلاقيها سودا يا بنات والله. فبجد الموضوع ده الازاز ده حافظ لي قوي، مش عارفه انا كنت كل ما اجي اقول هعمله ما اعملهوش. طبعا انتوا عارفين الرجاله يا بنات ما تعملش حاجه ومهما تقولي لها تقول لك حاضر 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 بس. هما تحسهم ان هما مش حافظين غير كلمه حاضر. هما مش حافظين غير الجمله دي بس، حاضر حاضر بس. فبس الحمد لله بقى، الحمد لله انا عملتها وعلى خير وعدت والحمد لله يعني. انا والله انا اللي نزلتهم يا بنات عشان خاطر يعملهم لي، وهو طلعهم بقى عشان طبعا الطلوع كانوا تقال جدا، كانوا هم كده فاضيين ما فيهمش ازاز، كانوا خفيف. عايزاكم تقولوا لي ايه رايكم في الفيديو النهارده، ولو انت جديده متنسيش تحطي اللايك ومتنسيش تدوسي على الزرار دوت، الزرار اللي فيه الجرس دوت كده عشان تشتركي في القناه واي فيديو انا بنزله يوصلك. بس هنا بقى ايه رايكم، عايزاكم تقولوا رايكم بامانه. بس دي بقى انا برضو هعملها، عجبني قوي الموضوع فانا هعملها. مالها يا جوجي يا كوكي؟ ايه يا حبيب ماما؟ مالها جوجي؟ اللوحي انت. ربنا يا رب يرزقكم يا رب جميعا، يا رب يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه. عايزاكم تقولوا رايكم بامانه، بامانه تقولوا رايكم. بص انا دي برضو هظبطها. ماشي يا كوكي. بس كده وانا كده بقى فخوره يا بنات بنفسي، بجد بجد فخوره. مش عارفه انا وصلت للمرحله دي ازاي بس حلوه قوي. وهنا بقى ان شاء الله هكمل كمان الطاسه التانية بدل ما نرمي ونعمل. عايزه اقول لكم بصوا انا كنت واحده من الناس ان انا لما اي حاجه تعجبني كنتش برميها، كنت بديها مثلا لماما وانا اجدد اديها من ساعه ما اتجوزت وانا على هذا الحال. بس الدنيا غلت وانا قعدت من الشغل وجبت قوسه، ربنا يا رب يخليهولي يا رب وربنا يكرمكم جميعا ويرزقكم. فخلاص بقى مفيش الكلام دوت. طبعا احنا مش هنصرف كل الفلوس اللي معانا في تجديدات وكده وكده، لا احنا الجوده بالموجوده، احنا هنعمل اللي موجود. دي بقى انا عايزه اقول لكم هنضفها برده واخليها بتلمع ان شاء الله باذن الله. فدي هخلي جوزي يعملها لي. بصي هنا بقى انا ايدي باظت 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 يا بنات. باظت بجد. وريحه اللي بيطلع ده ريحته زهر فريحته مش حلو خالص. هوريكم بقى دلوقتي لما انا اقلي فيها بجد بقت جميله. وبعدين ليه لما حد يجي لك مثلا تتحرجي ان انت تطلعيهم قدام حد، تتحرجي مش عارفه ايه. انا واحده من الناس يا بنات، انا بصوا عندي وسواس نظافه، وسواس كل حاجه كده بتوسوسني. يعني انا ممكن السجاده دي بصي يونس عامل فيها اشيل الصاله كلها، انا شلت دلوقتي الصاله كلها. فانا عندي وسواس من الموضوع دوت، وما بحبش ابدا منظر الدهون في المطبخ خالص خالص خالص. يعني حتى اللي يعرفني عارف الكلام ده كويس جدا. فانا عندي وسواس حتى لو انا تعبانه والله العظيم ممكن اقوم لو حسيت ان البيت بس مع يعني وحش او معفن في لحظه واحده. فانا جوزي على طول بيقول لي انت مريضه. على طول يقول لي الكلمه دي، انت مريضه. فبس فوصلت اهو كده للمرحله دي، انا بجد فخوره جدا بقى بنفسي وفخوره قوي بالمرحله دي.
وعايزه اقول لكم بقى اللي موجود ده كده واحده واحده هيطلع معايا في الغسيل اكيد يعني، فاهمين؟ فانا كده خلاص كنتش قادره بقى ان انا اكمل، وان شاء الله بقى هعمل دي برده من تحت ومن فوق. فبس لو انت بقى عروسه جيبي ألمونيا، ما تجيبيش جرانيت، ولو هتجيبي جرانيت يعني كده بقى، فاهمه؟ لو هتجيبي جرانيت حافظي عليه شويه، بس والله هو بيبوظ لوحده، مهما تحافظي يعني هو بيبوظ لوحده. لازم يحصل معاكي موقف او موقفين لما تتجوزي، حاجه حاجتين تبوظ منك. على قد ما تقدري حاولي تحطيش الحلل الصغيره اول ما تتجوزي، تحطيهاش على العيون الكبيره، حطيها على العيون الصغيره. انا اللي فهمته فيما بعد ان الحلل الجرانيت الصغيره تحط في العيون الصغيره، الكبيره تحط في العيون الكبيره. كده كده يا بنات وصلت لنهايه الفيديو بتاعي، ويا رب يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه. استنوني في فيديو جديد ويوم جديد من بيت اوسه ومامة اوسه، وباي باي. هتوحشوني كتير كتير لحد ما انزل الفيديو.